بُصّوا بقى عايزاكم تركّزوا معايا في صينية الجلاش القمر دي وتركنوا كل صواني الجلاش اللي عرفتوها قبل كده، النهارده هنعمل جلاش تحفة فنية يا جماعة، لا هنرُص ورقة ورقة ولا هنسقيه شربات، تعالوا بقى اعرفوا إيه الجديد واعملوا لايك وشير للوصفة ويالّا بينا ندخل على المقادير وطريقة التحضير. بسم الله أول حاجة كده معايا كوبايتين من الحليب هاضيف عليهم باكيت من الكريم كراميل ودي الكريمة اللي إحنا هنحشي بيها الصينية بتاعتنا، ضفت عليها معلقتين كبار من النشا وقلبت كويس جدًا بالشكل ده على البارد ورفعتهم على النار، أقلبهم كويس جدًا لحد ما الخليط يتقل معايا ويبقى بالشكل ده زي ما أنتم شايفين، خلاص كده باطفي عليه النار والخليط جاهز معايا. جبت بقى لفة جلاش وقسمتها نصين ومعلش بقى هي اللفة بايظة خالص زي ما انتوا شايفين، يعني لو عندك لفة جلاش بايظة بقى وبقالها كتير في الفريزر ومتقطعة بالشكل ده هتستخدميها في الوصفة دي وتبقى زي الفل. الصينية ولا دهنتها ولا أي حاجة، هرص فيها ورق الجلاش بالشكل ده، وعلى فكرة ده الورق الجلاش اللي هو الجاهز اللي بيبقى في السوبر ماركت ودي غلطتي أنا أصلا متعودة بجيبه من الفرن فطبعا مش هكررها تاني. تمام، بارُص نُص اللفة بالشكل ده من غير أي مادة دهنية ولا أي حاجة، أنا باحط المادة الدهنية في الآخر وهاوريكم إزاي. خلّصت بقى نُص لفة الجلاش بالشكل ده، كانت الكريمة بتاعتي بردت، آخُدها بقى وأوزّعها بالشكل ده وأبعد عن الأطراف، يعني أوزّعها كويس جدًا بس أسيب إيه، مسافة صغيّرة كده عند الأطراف عشان ما تخرجش وتتحرق، تمام، وأجيب بقى باقي لفة الجلاش النُص التاني وابتدي أحطها بنفس الطريقة. تمام، ولا دهنتِ ورقة ورقة ولا أي حاجة وهيطلع مورق وزي الفل، هتشوفوا معايا في آخر الفيديو شكل صينية الجلاش عامل إزاي، شايفين الورق متقطّع ومتبهدل إزاي، ولا يهمنا إحنا ستات بيوت شاطرين أوي، وأي حاجة عندنا هنستغلها ونستخدمها. تمام، مسكت بقى الصينية بتاعتي قطّعتها، أنا قطّعتها مربعات بالشكل ده، تقدري تقطّعيها بالطريقة اللي تعجبِك ومش شرط طبعًا تعمليها في صينية مستطيلة، ممكن تعمليها في صينية مدوّرة عادي جدًا، براحتك خالص، تمام، ودي الصينية الكبيرة في الطقم 3 أو يعني دي مقاس 25 في 30 تقريبًا يعني أو 25 في 35. خلاص قطّعتها بالشكل ده، باجيب بقى نُص كوباية سمنة تكون سخنة جدًا وابتدي أسقي بيها الصينية بتاعتي بالشكل ده، وهي هتدخل للصينية كلّها وهتضبّط الدنيا وهيبقى مورّق وزي الفل. باجيب بقى فُرشة وابتدي أدهن الوش كويس عشان اللي ما جاش عليه سمنة في الوش ييجي عليه عشان يتحمّر وياخد لون كلّه حلو مع بعضه. خلاص تمام كده، بادخّله بقى الفرن على درجة حرارة 200 باحطه في الرف الوسطاني لحد ما يخلص بقى كده وياخد لون فوق وتحت ويبقى زي الفل. تعالوا بقى نشوف هنسقيه بإيه، حطيت نُص كوباية من السكر، عليها كوباية من الحليب، ومعلقتين كبار من الكاكاو الخام، وهيبقى طعمه يا جماعة في حتة تانية خالص. قلّبتهم كويس جدًا على البارد هارفعهم على النار ومع التقليب كده لحد ما يغلي معايا بس، أنا مش عايزة أكتر من كده. وباسيبه يبرد تمامًا، لإن الصينية بتطلع سخنة، باسقيها الصوص ده وهو بارد، تمام، أنا ضِفت نقطة فانيليا كده لو مش حاباها خلاص ما تضيفيهاش، تمام كده؟ بُصّوا بقى لجمال الصينية طلعت من الفرن واخدة لون خطير يا جماعة، طبعًا الصينية سخنة جدًا بأكد على المعلومة دي، والصوص بارد خالص، بارد تمامًا حتى مش دافي، وبدأت أنزل بيه بالشكل ده بقى وأسيبها تتشرب بقى الجمال ده كله والعظمة دي، عارفة كأنِك مش بتاكلي جلاش، ده أنتِ بتاكلي حاجة طعمها في حتة تانية، أنتم هتجربوها وتقولوا لي رأيكم. عملت بقى شوية فستق كدّاب كده للتزيين أو ممكن ما تزيّنيهاش براحتك خالص، أنا عايزة أورّيكم بس الحشوة عاملة إزاي والورق عامل إزاي والطعم يا جماعة خطير، أنا عايزاكم تجرّبوها وإن شاء الله هتعجبكم وتعجب ولادكم، ما تنسوش بقى تعملوا لي لايك وشير كتير لو الوصفة عجبتكم وبألف هنا وشفا وبس كده.